نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اليوم باش نعملوا الدجاج محشي في الكوشة. انا سبق وحضرت كل شيء، خاطرني معناتها التصوير كان مؤخر ووليت حبيت نختصر لكم باختصار. هنا زوز دجاجات خذيتهم حطيتهم في الماء والخل لمدة ساعة، خاطر انا راني نغسل الدجاج. يقولوا ما يتغسلش، اما الحق ما نجوش نطيبه وهو مش مغسول، يلزمه يكون مغسول بالكدا. نحيت منه الزوايد الكل وفوحته بالاتي اللي باش نقول لكم عليه. خديت بصلتين صغار، كعبتين طماطم، وراس ثوم، وخديت معناتها مغرفه، نص مغرفه نتاع اكل هريسه، ومغرفه صغيره فلفل اكحل وملح حسب الرغبه نتاعكم، شويه تابل وكرويه، معناتها انتم كل حاجه منها مغرفه نتاع قهوه باش نكونوا واضحين. الا الكمون ما تعملوش فيها، عملت فيها سكينجبير والفلفل الاكحل وملح والزعتر والكليل، وانتم كل واحد كيفاش يحب يفوح ماكلته، فهمتوا. حطيت زيت زيتونه وشويه ماء وعملتها في الروبو، يعني رحيتها، وبعد حضرت لها الحشوه، حليت لها هذمه هزيت الجلده، بين الجلده والجلده حشيت فيها اللفاح، فهمتوا. هنا حضرت روز أزعر بالكبدة معناتها غسلت الرز بالقدا قليته، وحضرت الكبدة قليتها نحيتها على شيرة، والزيت اللي قليت فيه الكبدة بالماء بالملح والفلفل أكحل، هذيك اللي نحيت الكبدة على شيرة، وحطيت شوية ماء وفوحت عليه معناتها الزعفران وفلفل أكحل وملح حسب الرغبة متاعكم، وحطيت الروز تقلى وصبيت عليه معناتها الماء دوبل، مثلا الروز 3 كيسان عليه 6 كيسان ماء هكاكا، نخلوه يطيب معناتها ماشي يعجن، يطيب عادي، ونحطوه معناتها على شيرة في الفور يتجمر. وهنا في الوقت هذا نخلوه باش نحشو به الدجاجة متاعنا. وكان فماش روز، انا عملت 250 غرام روز، خاطر فما زوز دجاجات ينجم يفضل لي منه. زدت انا معناتها خديت 250 غرام روز. ما عندكمش روز تبدلوه بالمقرونه بابيون ولا اي نوع مقرونه، ومش تصمتوها على الاخر، جوز تصمتوها شويه بركه، ما ننصحكمش تعجنوها. ونبدا معاكم ان شاء الله الطريق. حشينا الدجاجه الاولى، تو باش نحشو الدجاجه الثانيه مع بعضنا ونوريكم كيفاش تحضروها. طريقه سهله وبنينه على الاخر. راني حطيت فيه الزبيب وحطيت زيتون وحطيت الكبار في الحشو، فهمتوا. وانتم ليكم الحريه، انا حبيت نعمل ميلونج بين الحلو والمالح. معناتها الزبيب حلو وانتم تعرفوه بطبيعته. هاكا كيفاش من داخل، هيكا ريتوها. نحطوا فيها الروز، نعبوها روز وكبده. انا ديما نفضل الكروفيت والحوت والكل يبدا مع بعضهم، والدجاج معناتها تفويحه يبدا فيه الدجاج، فهمتوا. انا عملتها كبده نتاع الدجاج، راهي مش نتاع بقري ولا نتاع علوش. كل قون نحب عنده القون تاعو الخاص، اي حاجه معناتها لازمها تكون منها فيها، فهمتوا. فما عباد تحب تعملوا تحشي بالكروفيت ولا شوفريت ولا اي حاجه ما من نوع هذا، ولا السوبي، ولا انا اللي نفضل نعمل الدجاج بالدجاج والحوت بالحوت. غلال البحر يعني غلال البحر لازمها تكون. نعبي الجناب بالقدا من غير ما الدجاجه معناتها نفتقوها هاكا. بالطبيعه انا عندي روز فاضل باش بعد نحطه مع الدجاجه يرافقها، واللي يحب يزيد معناتها بطاطا فريت بالطبيعه مع السلايط. نجموا هذه تحضروها قبل بنهار وتخلوها ملفوفه، ونهار اللي عينكم فيها تحطوها تطيب في الفور ديريكت. هذه تطيب من 2.5 ساعة ل3 سوايع على في الفور ملفوفه بالقدا بالقدا. تنوريكم كيفاش نلفها وتعتمدوها. جايكم راس عام، تلقوا حاجه فكره باهيه تعملوها ان شاء الله.
نزيدو نحطو لها من هنا مازالت تتحمل. انا الدجاجات كبار راهم مش صغيرين، بالطبيعه مش باش ناكلهم الكل وحدي. كي نستدعو صحابنا وحبابنا اقاربنا نلقو باش ندللوهم. هنا نسكروا بيكردون بالطريقه هذه، شويه ندقوا يدينا هاكا، ناخذ كعبه اخرى. ديما نجبدو الجلده من غير ما نقطعوها. هاكا نسكرها بالطريقه هذه. نجبدو كالعاده الجلده باش الحشو ما يخرجلناش، فهمتوا؟ هو ملفوف انما حاله ما يخوفش، اما كوميم يلزم واحد يسكرها بالكدا. شوفوا كعبة كردون اخرى خاطر هذيك تكسرت. حطيت الثوم راهو في الخلطه اللي فوحت بها، حطيت راه الثوم كان ما ذكرتوش هاكا. فما وعودوا تبعوا اللقطات الكل، راني نعمل في التيك توك نهبط لقطه بلقطه، ما نهبطهمش مع بعضهم الكل، لان التيك توك ما يقبلش مقطع طويل، فهمتوا؟ واللي يحب الوصفه كامله يبدا يمشي قناتي على اليوتيوب يلقاها. سكرت على روحي والله. فهمتوا؟ هذه دجاجتنا هيكا. شوف كيفاش توا باش نكتفها بالطريقه هذه. نجموا المراحل هذه تعملوها، نجموا بالطبيعه تلفوا باش تتلف مع البابي كويسون، بابي لامينيوم ما تخافوش. نحطوا البابي الكويسون الاول نلفوا به بالكدا وبعد بابي لامينيوم، فهمتوا؟ هكا نحو لي غون تاعنا كالعاده. ونرجع لكم وقت اللفها ان شاء الله. لفينا الدجاجات نتاعنا بالبابي كويسون اللي هو هذا. نفرشوا طبخه كامله ونلفوا بها الدجاجه اول مره، وبعد نغلفوها بالبابي لامينيوم هذا، نلفوها بالكدا بالكدا بالطريقه هذه هاكا. ريتو كيفاه؟ وتحطوها في البلاتو وتحطوها لمده ساعتين ونص، معناتها 3 سوايع. انتم الدجاجات خاطر انا دجاجاتي كبار، نشوف انا من بعد كي نعري عليها نشوفها كي لقيتها طابت جست ندهنها بشويه زبده ونحطها تتحمر. ان شاء الله تاكلوا بالصحه. تنوريها لكم ان شاء الله بالمرحله. حضرت الدجاجه نتاعنا. الرز اللي تبقى من الحشو عملناه في المرافق باش ناكلوه معاها. اللي يحب عصره قارص يعمل، واللي ما يحبش هو حر. هذه دجاجتنا شوفوا كيفاش حمرناها، طيبه طيبه على الاخر، محلاها والله بنينه. انا ننصحكم بها سيرتو الناس اللي تحب تعمل سبور وريجيم، معناتها تلتجأ للماكله هكا من غير خبز. شويه بركه يبدا روز وشويه دجاج، معناتها تكون الماكله متكامله. نستنى منكم جيم وكومنتير، تشتركوا معايا في القناة ميرا في المطبخ التونسي على اليوتيوب. ونقولكم بسلامة وفي امان الله.